النهارده قررت إن أنا أشارككم معايا النهارده سفرية إسماعيلية لفرحة بنت عمي. قررنا إن إحنا نسافر أنا وابن عمي لمدة يوم واحد صد رد. Artlist.io. وأدينا دلوقتي قاعدين على المحطة، وطبعا بعد انتظار كتير جدا للقطر أخيرا جه والحمد لله. وهنا ابتدينا إن إحنا نركب ونتحرك الساعة 5 الصبح. أخيرا وصلنا إسماعيلية بعد مشوار 8 ساعات. بقينا 8 ساعات صح؟ وربع 8 ساعات وربع. أخيرا إحنا مسافرين بالليل واصلين الصبح. اللهم صل على النبي. هنا طبعا وصلنا لمحطة الإسماعيلية ونزلنا وقعدنا ندور على تاكس، والحمد لله ركبنا التاكس اهو بالسلامة. ومفروض إن احنا نتجه دلوقتي لبيت العيلة في إسماعيلية عشان نحضر الفرح ونتبسط ونفرح كلنا. وهنا طبعا شوارع إسماعيلية زي ما انتوا شايفين نظيفة وحلوة، وهنا التاكسيات حلاوتها باللون الأورنج، والدراويش يعني الدراويش. رحنا الفرح زي ما انتوا شايفين كده. هنا محمد ابو عماد كان على طول مكشر، معرفش ليه مش فرحان. ودي طبعا هنا كانت فرحانه بالضوافر بتاعتها ورقصتها لحد ما الضوافر اتكسرت. وابتدينا نخش القاعه، كانت لسه طبعا الناس ما جاتش ولا حد حضر. قعدنا طبعا نلف شويه جوه القاعه. وهنا بقى قررنا لحظة توليع الفرح. وبعد ما خلصنا فرحنا طبعا ركبنا واتجهنا عشان نرجع المنيا تاني. وركبنا هنا العربية عشان نروح لرمسيس. بالفعل وصلنا رمسيس الساعة 3 بالليل. طلعنا على محطة رمسيس لقينا القطر واقف، فقررنا احنا نركب. وهنا جبنا سندوتشات عشان طبعا ناكل، ما كلناش من الصبح. وابتدى القطر يتحرك بينا الساعة 6 الصبح. والحمد لله كده بيكون خلصت رحلتنا النهارده وفلوج النهارده. متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.